طب قول لي بجد ايه رايك في الماتش بقى؟ زباله بجد. اقل حاجه اتقال عليه ماتش زباله. مش كماتش يعني. ما جيتوش. احنا زباله. ما جيتوش. لا ما جيناش الماتش بامانه، ما جيتوش. اخطاء ساذجه ضيعت منكم الماتش. طب انت شايف مش ان معتمد الاخطاء جمال بس الصراحه، بس كان عنده مشاكل في الماتش ولا لا؟ كل حاجه في الماتش ده الزمالك كان يعني كل حاجه الزمالك من اول السيزون بسببها وصل للمكان ده ما كانتش موجوده الا حاجه واحده. فاكر لما اتكلمنا قبل كده قلت لك الزمالك في الوضع ده بسبب 3 حاجات. اول حاجه الجمهور، ثاني حاجه معتمد جمال، ثالث حاجه حماس اللعيبه. وانا بقول حماس اللعيبه بعنيها، مش اللعيبه، حماس اللعيبه. ما لعبوش بحماس. معتمد جمال ما كانش موجود، حماس اللعيبه مش ما كانش موجود، ده كان موجود العكس. اللعيبه كانت نازله متوتره، تحس انها مرتبكه خايفه مش عارف ليه، مش مظبوطه، مش عارفين يقفوا على رجليهم. الحاجه الوحيده اللي كانت موجوده النهارده هي الحاجه رقم 1 هي الجمهور. الجمهور ما اثرش في اي حاجه، عمل اللي كان بيعمله على طول. لكن معتمد جمال النهارده ما دارش الماتش كويس. بس اكتر حاجه كانت لافته بالنسبه لي اللعيبه كانتش واقفه على رجلها وما جيناش بامانه. ماتش زباله مننا، مش لاقي مصطلح انضف منه اقوله يعني. عشان الرقابه في كل الاحوال. عشان بس انا برضه عايز اسالك، بس هو في كل الاحوال خلاص هو ماتش خلص، خسرنا وهزيمه تقيله في الديربي. بس انا مشكلتي دلوقتي خلاص الماتش خلص. 3 ديربي. ما بقول لك هزيمه في اسوأ موسم ليا. انتوا عمالين تسوقوا ان ده اسوأ موسم، وانا كمان بالنسبه لي اسوأ موسم. حلو. انا غلبتك 3 ديربي. وانا طموحاتي في بدايه الموسم ما كانتش كده، بس انا للاسف يعني مش للاسف انا بصيت لقيت نفسي في المكان ده، بصيت لقيت نفسي رايح لنهايه الكونفدراليه، بصيت لقيت نفسي متصدر الدوري. ففرصه هزعل عليها، ممكن مش من اول الدوري دي حساباتي، بس هزعل عليها دلوقتي لان وصلت المكان ده. اول شكلي دلوقتي حالا الماتشين اللي جايين في الدوري وماتشين النهائي الكونفدراليه، احنا قدامنا حاجه من الاثنين، يا الدنيا تهرب مننا بعد الديربي وتبعيات الديربي تخلي الدنيا تهرب مننا ونبص نلاقي يا ضايع مننا دوري يا ضايع مننا كونفدراليه، يا الاثنين، يا اما نرجع نتجمع نقف على رجلينا نتماسك تاني 4 ماتشات ب2 بطولتين ونقدر نتخطى الخطوه بتاعه الديربي.